المهم سمحوا لي اول حاجه انني ما درتش معكم فيديو اليوم، حيت كنت كنقول انا غنديرو حتى تمشى ليا الحال، حيت ما ساليتش اليوم كاع، غير جري عليا نجري عليك. المهم ما بداش اللايف دابا حتى تجمعوا شويه الناس. اليوم غادي نهضروا في جوج مواضيع مهمه والناس تتهضر بزاف فيها. كريمه نجاحي الحب ديالي. سلام سلام. حياة وأمل شحال نبغيك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسنا واش بصح ما نجحتيش في بيرمي؟ اختي بصح ما نجحتش ماشي في البيرمي، ما نجحتش في الكود، ولكن عندي غاتخاباج ان شاء الله، ربي يعاوني وصافي. ما نجحتش على جوج نقاط ضيعتهم. النجاح على 32 انا جبت 30 وحافظه كلشي هو هذاك، ولكن ما كتبش. عرفتو حلقي بحاح ليا. جيب ليا في البدايه تقولي اسمي في اللايف. تحيه ليك. خير في غير هذاك الشيء اللي كاين اختي صراحه، يعني ما حزنتش بزاف، واخا انا كنت كنتوقع ما شنو ندير، ولكن ربي كينزل عليك واحد الصبر. المهم انا ان شاء الله يا رب ما غاديش نهضر على البرمي، حيت ماشي كاع موضوعنا. انا درت معكم فيديو في البرمي فاش ما نجحت وداكشي صافي، وان شاء الله كاين غاتخاباج، كاين كلشي، يعني كاينه فرصه. هذه اللي مصبراني، واللي مصبرني اكثر هو انه حتى بابا كان سقط في اول امتحان ديالو، كان سقط عادي. بقيت انا سبحان الله كناخذ منه ديما، كناخذو كقدوه، ما عرفتش. قلت بابا عادي، بابا سقط. كنشوف بزاف الناس هما سقطوا في الاول، حيت كتكون واحد الدهشه، كتكون واحد الدوخه. انا بعدا غير جلست في الكرسي جاتني الدوخه، ما عرفتش علاش. كون فيديو صراحه كنتفادى انني ندير لايفات، ما بقيتش باغا ندير لايفات، ولكن ما كتبش. يعني كنشوف انه مشى الحال، عاد ندير فيديو نحطو معكم. لايفات كيصلحوا فهاد الوقيته. قلت غادي ندير معكم واحد اللايف وغادي نوضحوا فيه داكشي اللي كنلقاه بزاف، وصراحه ما كنتش باغا نهضر عليه كاع، ولكن بزاف كثرته وبغيت نهضر عليه ونفهم الناس شي حوايج اللي يقدروا يكونوا ما تيشوفوهمش. انا غادي نوضحهم في هذا اللايف هذا، حيت بعض المرات راه شي واحد ما كنكونوش فاهمين بزاف د الحوايج، ما كنكونوش عايشين مع الانسان، ما كنكونوش عارفين الخبايا ديال شي حوايج. المهم انا غادي نهضر وخذوا هضرتي كيف ما بغيتوا. انا عارفه كاين الناس اللي غتتفق، كاين الناس اللي لا، اصلا الناس اللي ما كتبغيكش ما غتفقش معاك، صحيحه ولا غلطه. عاوتاني الناس اللي معاك راها معاك، سواء تكوني مزيان ولا ما مزيانش راه كتكون معاك. انا هكا كنعرف بنادم، ماشي النهار غير توقع لك شي حاجه صافي كلشي كيتقلب عليك. كنعرف اللي معايا النيت، ماشي على ابسط الحاجه ينوض يتقلب عليا. من الاول ما تكونش معايا، من الاول ما تدافع عليا، ما تهضر عليا، ما حتى شي حاجه. انا هكا كنعرف الصراحه، يعني كتعجبني هكا، كيعجبني الوضوح. سي فري. وراه بصح اللي معايا يكون معايا حيت كيبغي يسرى، ماشي نهار اللي غتوقع شي حاجه ولا مثلا تغلطي شي غلط بسيط، حيت حنا انسان كلشي كيغلط، ولا تغلطي ولا شي حاجه كلشي كيتقلب عليك كلشي. يعني من الاول ما تكونش معايا. من الاول انا ما كنطلب حتى شي واحد يكون معايا ولا ما يكونش معايا. انا دابا بوحديتي عايشه ترونكيل. اصلا ما تسمع دابا لا زوينه خايب، علاش؟ حيت طالع ليا كاع في الراس كلشي، طالع ليا في الراس. كنحاول انني ندير فيديوهات ما امكن بعاد عن المشاكل. كنحاول انني نخلق الجو، كنبارطاجي معكم شي حاجه زوينه. يعني حتى النهار اللي سقطت في بالي انا راه قلبي ربي اللي عالم بيه وكنضحك عادي. كنحاول ندخل على الناس باش يفهموا كونكوا راه ما خصناش نحزنوا على شي حوايج، ما خصناش نكونوا ديما ضاحكين، نكونوا ديما اكتيف في حياتنا. فهمتوا هادشي اللي تنبغي نوصل. كنبغي نخلق شي جو هكا زوين، كنبغي نضحكوا شويه، كنبغي هكا. المهم روتينات ديال حياتي كنبارطاجيها معكم. كندير كلشي، كندير ما في جهدي. يعني كنحاول نجتهد شي شويه، كنحاول هادي، ولكن ملي كنكون انا حاطه واحد الفيديو مغاير تماما، ما فيه لا مشاكل، ما فيه حتى شي حاجه، ولكن ملي كتهضر لي كومونتير كتلقاهم بلاش ما دافعتيش على فلانه، بلاش. الموضوع ديالي في هذا اللايف هذا، الناس كاينين جوج مواضيع انا كتبعهم في العنوان، هما اللي غادي نهضر عليهم وهما اللي غنركز عليهم. اول واحد هو الناس اللي قالوا لي، الناس اللي قالوا لي علاش ما دفعتيش على لبنى، علاش ما دفعتيش على لبنى. واخا انا غادي نهضر،
وخصوصا هاد الايام انا ما قلت شحال هادي انا ما كنهضرش على شحال هادي، حيت في واحد الفيديو كاين ناس ما كتبعش كل الفيديوهات كلشي واللايفات كلشي، ولكن انا في واحد الفيديو قلت لكم باللي ندمت على كاع الهضره اللي خرجت بها شحال هادي، وكاع الجواب اللي كنت كنجاوب شحال هادي، وشحال من حاجه يعني اي حاجه خرجت من فمي شحال هادي ندمت عليها. قلت لكم كون كان عندي العقل ديال دابا ما غنخرجش نهضر مع حتى شي واحد وما نخرج نجاوب حتى شي واحد. هادشي راني قلت لكم في واحد الفيديو يلاه فات الاواخر. يعني انا نادمه اصلا على داكشي اللي كنت تندير شحال هادي. مثلا واحد خرج هضر فيا كنوض نجاوبو كاع على راسي، يعني ما كنخرجش نهضر في الشرف ديالو، ما كنخرجش نطعن فيه، ما كنخرجش نسبو، ما كنخرجش نعايرو، يعني هادشي كله ما كنديروش. كنخرج نجاوب كاع على راسي وندوز بليز. هادشي كامل ما كنديروش، يعني كنجاوب كاع على راسي وهكا وندمت. كون خليتو منه الله كون راه ربي بين فيه البرهان حسن بزاف عاد. واش دابا حاليا كنشوف بعد المهم بعد المرات تيطلعوا لي عناوين شي حاجه اللي الناس كتهضر فيا ما كتخلي اللي نسات الناس كلشي يهضر فيا كلشي دايره فاعله وكيحاولوا انهم وانا كنت الفيديو صداع في الدار مخربقه وانا الصراحه ما حاملاش كاع الاجواء. المهم الله يلعن الشيطان حتى وصلوا مرونه انا دابا. الناس كلشي فين خليتها انا ويلي مشى لي العقل والله الا مشى لي العقل كاع. كان خصني ندير باندا دوزت واحد النهار شويه ماشي نورمال، داكشي جيت دوشت وتخشيت في بلاصتي قلت ندير معكم هاد اللايف. هادشي اللي كاين. يا ربي تسهل فين خليتها نسيت ولا نسيت. قلت لكم انا حاليا كتشوفوا الفيديو ديالي كتشوفوا الناس كيفاش كيضربوا فيا ما كيخليو غير اللي نساو، يعني الضرب النيت كيحاولوا يشوفوا كيبقاو يشوفوا الفيديو ديالك من الاول حتى باش يشوفوا شي لقطه زلقتي بشي هضره ولا درتي شي حركه الا يمكن درتي غير اللور هما غيتقلوها ويمونطيوها ويقول لك شوفوا. نتوما عارفين اللي كيتبعوا هادشي وهاد الخزعبلات نتوما عارفين هادشي كيفاش داير. الا غير مشيتي درتي بحال هكا يديروا لها تقاله وغيبقاو يقول لك شوف كيفاش كانت كتشوف وشوف. المهم راه واحد روينه بزاف داكشي مجد. ومع العلم انني ما كنخرجش ونتجاوب على راسي اصلا، راسي ما كنجاوبش عليه، ما كنخرجش ندافع على راسي، ما بقاش عندي الجهد ان واحد هضر فيا وغادي نخرج نقول لكم لا انا راني مزيانه وعاد نقص كنبرر الانسان انني لا زوينه. ما بقاش عندي الجهد عاد نقص كنقول لا راني زوينه ولا داكشي اللي كيتقال عليا كذوب لا ولا وعاد نقص ندافع على راسي. اللي بغا يتيق داكشي تيقو، اللي ما بغاش يتيقو ما يتيقوش. زعما كيفاش كنبان له انا واش فعلا انا ندير داكشي ولا نخرج نكذب. راه فعلا ملي كنخرج نجاوب على راسي كيكون فعلا وكنهضر في الحقيقه وكنقول داكشي اللي كاين ونقدروا نكونوا حنا اكثر ناس واقعيين ومنطقيين وكنقولوا الصراحه. وتقدر تكون ديك الصراحه الزايده ديالنا هي اللي سببت لينا في هاد المشاكل. تقدر حيت كنشوف انا الناس اللي كيديروا الكذوب وكيديروا الترافيك وداكشي الناس متيقاهم والناس عاجبهم الحال وكلشي معاهم، ولكن حنا بالصراحه ديالنا وكنعيشوا واقعيين. كنلقاو بزاف ديال الانتقادات وكنلقاو بزاف والناس هاد المنتقدين جاوهم اللحم ديالنا كاملين الاسره كامله ماشي كيهضروا غير عليا لديد يقيلوا نحشوا فيه النهار في الصباح وفي الليل وفي العشيه ويقيلوا ياكلوا في اللحم يقيلوا ياكلوا في اللحم البشر. الله يهدي ما خلق يا ربي تهدي ما خلق. وانا بدوري كنقول انني عمري غادي نسامح لشي واحد اذاني وهضر فيا في الخفاء ولا في العلن ولا كيف ما بغى يكون ما عمري غادي نسامح ليه. هادشي اونتر بارونتيز كيف ما قلت لكم على الناس اللي كيقولوا لي علاش ما خرجتيش دافعتي على لبنى. خرجي دافعي على لبنى. انا حاليا ما دافعت على حتى شي واحد وعلى راسي وصافي. انا علاش حيت بغيت نخرج من المشاكل. انا ماشي على لبنى ولا شي حاجه زعما انا بغيت نخرج من المشاكل الا شفتوا راني كنحاول نتفادى اللايفات كنحاول نتفادى المشاكل هذا، ولكن ملي كتشوفي انا دايره واحد الفيديو مغاير تماما ما فيش حتى مشكل وملي كتهبطي لي كومونتير كتلقايهم الناس تيجبدوك باش تهضري في المشاكل هذه. مهم دابا يعني ديتها على داك التعليقات، ولكن يا ربي تقدرني مره اخرى ما غاديش نديها على حتى واحد وعلى حتى شي تعليق. خلي اللي بغى يقول واللي بغى يدير. انا راه اصلا من نهار درت 18 عام وقلت لكم ما عندكم ان شاء الله باش تشدوني حيت صافي تما فين قررت اني غادي نسد فمي غادي نخلي اللي بغى يهضر لي الله. انا شوفوا ما مسوقاش علاش اصلا ما كنتفرجش كاع في داك الناس اللي تيهضروا وداك الشيء. نقدر نقول لكم عرفتش تيقونوا ولا ما تيقونيش. تخيلوا معايا ما عارفاش حتى الموضوع اللي كاين دابا المشكل اللي كاين دابا
بالضبط عارفه فلان مع فلانه ولكن شنو بالضبط واقع وعلاش وكيفاش والتخربيق واقسم بالله ما عارفه شي حاجه، حيت ما كنتفرجش. راه الا قلت لكم ما كنتفرجش تيقوني انني ما كنتفرجش. كنحاول نشوف شي حاجه اللي غتخليني اكتيف، ماشي اللي غادي تحطمني واللي غتخليني مغيره نفسيا وبزاف ديال الحوايج. كنحاول نشوف شي حوايج اللي غادي يزيدوا بيا القدام ماشي يرجعوا بيا اللور ونجلس عاوتاني كنهضر من الاحسن. وهذا احسن قرار خديته وغادي عليه، غادي بواحد السيستم زوين، غادا بواحد ستابيليتي زوينه دابا في حياتي الحمد لله. زعما من نهار يعني ما بقيتش كنهضر واصلا ما كنتش كنهضر بزاف في المشاكل. زعما اللي سمعني كنت كنهضر، ما كنتش كنهضر بزاف، يعني مره كنت كنخرج نجاوب على راسي وفقط. ولكن نهار اصلا ما بقيتش كنجاوب كنحس براسي مزيان، كنحس براسي بخير. هادشي اللي كاين. زعما ما كاينش شي سبب اخر انني ما خرجتش هضرت ولا بغيت نخرج من المشاكل وصافي. هادشي اللي كاين. وكنتمنى من الناس انها يعني كاين شي حاجه زوينه، شي حاجه تفرح، صافي شي حاجه خايبه من الاحسن عافاكم بعدوها عليا. والله صافي يعني عييت. راني كانت في عمري قل من 15 عام وانا في المشاكل. صافي جا واحد الوقت اللي بغيت نعيش حياتي فيه شويه، نخرج نضحك عادي. انا دابا واحد المرحله اللي باغا نخرج، باغا نضحك، عييت بداك جلس في الدار قبل الخوت، جلس في الدار دير هادي داك الحياه صافي مليتها. داكشي مليت. خصني دابا انا نشوف المستقبل ديالي، نشوف شنو خصني ندير في الحياه ديالي، نشوف راسي، نشوف يسرى. لان قبل عايشه غير على عائلتي، عايشه على مشاكل عائلتي، كنحلهم مشاكلهم، نعطين هذا صافي. كنحس انا جا الوقت فين نشوف لراسي شي شويه، نشوف اليسرى. لان الا بقيت غادا في داك السيستم يمكن راه يجي واحد الوقت نحماق، لانه المشاكل بزاف بزاف بزاف. وانا هادشي ما كيعنيش انني ما غاديش نكون معاهم. سمحوا لي سمحوا لي. هادشي ما كيعنيش انني غادي زعما انني ما غاديش نكون معاهم وداكشي. بالعكس انا معاهم لحد الان. زعما كنكون معاهم في المشاكل، جلسات هاديه ديال بابا وداكشي. ولكن كنحاول ما امكن نتفادى انني نتفرج من الناس النيجاتيف. كنحاول انني نتفادى نسمع المشاكل. الا كانوا كيهضروا في مشاكل ولا لقى شي مشكل كنحاول نصل راسي منه. يعني المشاكل كنحاول نسحب منهم ما امكن. كنتمنى تكونوا فهمتوا الرساله اللي بغيت نوصل. ولاحظت واحد الحاجه، هو انه الناس المهم في اليوتيوب اون جينيرال الا خرجتي هضرتي في المشاكل وعايرتي وسبيتي وهضرتي ونبحتي والتخربيق كله مشكل. والا ما خرجتيش هضرتي وكنتي ترونكيل وعايشه حياتك وكتبارطاجي داكشي الزوين ونقي، مشكلتين. لا علاش هضرنا في المشاكل؟ علاش انت غادي تعيشي حياتك ونسحبتي من المشاكل؟ اجي هضرينا في المشاكل. انا لاحظتها هذه، الا هضرتي في المشاكل مشكل، ما هضرتيش فيهم مشكلتين. انا دابا ملي ما بقيتش كنهضر فيهم هاد شحال ديال الناس تيهضروا علاش نتيا وبديتي تحسي بالغرور. علاش؟ حيت ما بقيتش كنهضر في المشاكل. علاش؟ حيت ما بقيتش كنبارطاجي شي حاجه خايبه ونبقى نقول هذه ونقول هذه. هذاك الشيء لا. انا فقط كنحاول نبارطاجي ما امكن شي حاجه زوينه. هادشي اللي كاين. شنو الموضوع الثاني اللي بغيت نهضر فيه؟ واخا بالنسبه للموضوع الثاني اللي غادي نهضر فيه ان شاء الله، ما فهمتش. انا هنا كيقولوا لي درتي النصائح المحسنه. شفتوا ما بنيتكم راه ما كنتفرج حتى واحد. راه ملي تنقول ما تنتفرج حتى واحد تيقوني انني ما تنتفرج حتى واحد. هادشي راه قالها لي راسي، قالها لي حتى شي واحد. شي قالوا لي راسي، ما قالوا لي حتى شي واحد باش نكونوا واضحين. شد البلان. المهم بالنسبه للموضوع الثاني اللي قالوا لي، ماشي قالوا لي، المهم الناس يهضروا وتخربيق وكل واحد يدير غير بلغاه. واش الهضره ما يستاهلوش ان بنادم يهضر فيهم، ماشي شي حاجه اللي كتبارطاجا مع الناس. ولكن بما انهم تبارطاجاو والناس كتهضر وكلشي تيهضر، واخا انا غادي نقول واحد الحاجه اللي يقدر الناس تفق يقدر لا. انا غنهضر ولكن عارفه راسي منطقيه 100%. وهادشي هضرت فيه مع بابا في الصباح. هضرت فيه ماشي غير في الصباح، يعني ديما كنهضر معاه كنقول له بابا كذا هادي. هو ديما متفق صراحه معايا في هاد القضيه. راه من نهار تشد وكذا كنبقاو مره نهضروا، تجيبها الهضره ونهضروا في هاد الموضوع. ديما هو كيتفق، كيقول لي بصح عندك الحق.
وبصح وفعلا انا عارفه راسي ومتاكده من راسي انه عندي الحق في هذه القضيه، ومن حقي 100% و200%. عارفاها. خلي اللي بغى يهضر يهضر. المهم انا غادي نهضر واحد الهضره، وخلي اللي بغى يهضر يهضر، حيت عارفاها منطقيه مليار في المية. بالنسبه للناس اللي كيقولوا علاش انا ما تنساهمش في مصاريف الدار، علاش انا ما تنساهمش مصاريف المحامي، علاش انا المهم مصاريف اون جينيرال علاش انا ما تنساهمش فيهم. انا غادي نقول لكم بلي منين كنت صغيره درت واحد القناه اليوتيوب اللي درتها ليا ماما وبابا. ماما وبابا داروا لي بجوجهم قناه في اليوتيوب، يعني بالرضا ديالهم جوج. بقيت كنخدم على ديك القناه. نهار المهم خدمت شويه، نهار تخلصت اول خلصه ديالي انا عطيتها لبابا، وقلت له بابا شوف الخلصه ديالك، الخلصه ديالك. وفعلا داكشي اللي كان بابا. المهم كنا يعني انا تنخدم ملي كتجيني الفلوس تنعطيها لبابا، وما كنهز منها حتى شي درهم، حتى درهم ما تنهزش من داك الفلوس. بقينا خدامين حتى جمعنا واحد البركه، شرينا بها طوموبيله. من بعد بقينا خدامين مشينا كرينا، مشينا رهنا، عاوتاني خدامين، وداك الفلوس فلوسي وفلوس بابا، ولكن انا تقريبا نقدر نقول كنت كنجيب من الاحسن شويه بابا. المهم يعني بقينا تنخدموا، مشينا كرينا، مشينا رهنا، مشينا درنا. عاوتاني فاش المهم انا في عمري 15 عام يعني وانا صغيره. عاوتاني ملي جات لبنى بقيت تنخدم، وهو عاوتاني بابا تيخدم، زعما ماشي كلشي غير ديالي، بابا تيخدم وانا تنخدم، وكاع داكشي اللي تيجي مليون، تجي 2، تجي 3، تجي 4، تجي 5، تجي 6، كانت كلها انا تنعطيها لبابا، يعني بالرضا ديالي. لايف شنو شنو قلت لي اجي، ما قلتلكش اجي، انا خدمت عندك واحد الحاجه ديالك. عرفتي في واحد العيا، هذيك هي الحاجه ديالك ديالك. منين نخرج اكيد تسمع صحابي ونقول 10. عرفتي من الاحسن مكيجيش نهضر حدا شي حد صراحه. واخا انا كنهضر حداكم كاملين عرفت شنو المنطق في هذه اللحظه. المهم كيف ما قلت لكم بقيت انا يعني بالرضا ديالي داك الفلوس تنساه مع بابا، حيت عارفاه ما كيضيعهاش، باغي يدير بها المستقبل، باغي يدير بها صافي. انا كنت يعني كنساهم معاه، كنت فلوس ديالي ما كناخذش منها حتى درهم ما كناخذهاش من فلوسي، ما عاد الا بغيت هكا شي مره طاكسي، شي مره كنشري شي حاجه فهمتي بابا بحال المهم عايشه مع بابا، عايشه وصافي. نهار قرر بابا غيدير محل نورمالمون، حيت داك الفلوس كامله النص عندي فيها نورمالمون. نهار قرر بابا يدير محل خاص يكون المحل بسميه ديال يسرى الزهري ومحمد الزهري. هادشي ما كانش، كان ديال بابا، زعما بالرضا ديالي، هادشي كامل بالرضا ديالي انا، ماشي كنعيب ولا تنمن ولا تنقول شي حاجه ولا نهائيا، حاشا ولله انني نكون كنمن على بابا نهائيا. عمري قصدت اصلا هادشي خصو يتوضح. مادام هاد الموضوع خرج للسوشيال ميديا خص الناس تفهم التوضيح بعض المرات مزيان، حيت الناس تقدر تكون ما فاهماش هادشي كامل، ما عارفاش هادشي كامل، ما عارفاش. مزيان الانسان يخرج يوضح ويقول ها شنو ماشي ديما السكوت مزيان، بعض المرات خصك تنوضي تهضري على راسك، حيت راه الناس ما عارفاش كلشي. كيف ما قلت لكم المحل كان نورمالمون خص يكون نص ليا نص لبابا. علاش؟ لان النص الفلوس كانت ديالي، نص الفلوس ديالي ونص الفلوس ديال عاوتاني بابا، حتى هو راه يعني خدم ماشي ما خدمش. كان نص نورمالمون حتى داك المحل الكبير اللي دايرو كان خصو يكون نص فهمتوا. ولكن انا قلت له بابا المحل ديالك صافي خليه يعني هو يتصرف في المحل ديالو، انا ربي غيسهل عليا. يعني بحال داك المحل عندي فيه النص ولكن غير ماديا، اما هكا شي حاجه في الوراق الا ديال محمد الزهري فقط. صافي انا يعني ما قلت والو، عادي بابا بصحته، انا فرحانه ليه من قلبي كل شيء. من بعد فاش صافي بابا دار المحل ديالو اللي فلوس نيت اللي كتعدى 100 مليون بالتجهيز ديالو بكل شيء. فاش صافي واحد المبلغ اللي محترم اللي ما غاديش نتخصو من حتى شي حاجه،
انا هادشي اللي كنشوف. وانا النهار اللي غادي نشوف خصنا شي حاجه راه انا كاينه، انا غادي نكون. ولكن بما انه كنشوف الحمد لله لحد الان كاين باش نعيشوا مزيان، راه كاين. وهذا الشيء كنبارطاجي مع بابا، كنقول له شوف بابا، انا راه ما يمكنليش نبقى حياتي كلها وانايا كنصرف فلوسي عليكم، ما يمكنش. راه صافي صرفت بما فيه الكفايه، عطيت بما فيه الكفايه. الفلوس ديالي تقريبا كلها دابا راه بحال هاد 8 شهور هادي اللي يلاه بديت كنخدم فيها على راسي. يعني من حقي انني ما نصرف حتى درهم، لان فلوسي كلها مشات ومشات ومشات ومشات. هادشي اللي كاين. انا شوفوا شحال ديال الفلوس، شوفوا شحال ديال الفلوس مشات ليا. ماشي مشات ليا، ويلا مشات ليا زعما شحال زعما ساهمت مع بابا في المحل ديالو. عاونته بما فيه الكفايه. يعني جا الوقت باش انني نشوف لراسي شويه، باش نشوف المستقبل ديالي، باش ندير حتى انا علاش نرجع كيف ما كنقولوا. وهذا الشيء عادي ومنطقي، زعما ما فيه حتى شي حاجه ديال العيب. كنشوف راسي انني درت ودرت ودرت صافي. جا واحد الوقت اللي خصني نشوف حتى انا اشنو ندير. وتا انا دابا مزيره. انا قلت لكم كاع في الفيديو، قلت لكم راه غادي نزير بزاف هاد الايام، خصوصا الا بغيت ندير واحد بروجي صغير. غادي نزير بزاف حتى لراسي. انا راني قراطيت شي شويه من نخرج بزاف، قراطيت شويه من بزاف د الحوايج باش ندير شي حاجه اللي تحمر الوجه. وتا بابا يعني مأيدني في هذه القضيه، وزعما مشجعني وكيقول لي عندك الحق. والله زعما بابا انسان منطقي، انا كيعجبني. قلت له ها شنو كاين وشنو، قلت له هاد الهضره اللي قلتها لكم دابا، قال لي من حقك. ما زادش معايا الهضره، قال لي من حقك. وقال لي راني عارفه بنتي اختي، قال لي عارف بنتي عاونتيني بما فيه الكفايه صافي. يعني الله يجعل البركه. وانا كنشوف زعما لبنى كتصور كتهادي، كنشوف يعني كنطلع مره على كنطلع مره زعما شحال كيدخل ولا شي حاجه، كنلقاه مبلغ محترم اللي غادي يعيشنا بخير الحمد لله. ما زعما ماشي فوق السلك، ولكن ما غادي يخصنا حتى شي حاجه. فهمتوا؟ هادشي اللي بغيت نقصد. والحمد لله زعما هادشي اللي كاين، الانسان يحمد الله على رزقه. وهادشي اللي كاين البنات. جا انا زعما شنو بغيت نقصد، عرفتوا اللسان يعجز على الكلام في هاد اللحظه. شنو بغيت نقصد، يعني جا الوقت فين نشوف راسي شي شويه، جا الوقت فين نخدم على راسي، نجمع فلوسي ديالي عادي. زعما شنو فيها المشكل؟ ما فيها حتى شي مشكل نهائيا. وانا وبابا متفقين على هذه القضيه، وبليز حتى واحد ما يبقى يهضر على هذا الموضوع، حيت انا وضحت. وهذا غيكون اول توضيح واخر توضيح في نفس الوقت، حيت صراحه ماشي شي حاجه اللي تستاهل انها تبقى تبارطاجا. وماشي ما زوينش كاع نبقاو نهضروا في هذه المواضيع نهائيا. يعني انا فقط وضحت هذا الشيء لانه يقدروا الناس ما عارفينوش. انا وضحت وصافي. بابا خدمت معاه، عاونته كلشي بخاطر ديالي بالرضا ديالي. دابا جا الوقت باش نشوف راسي شويه، باش نخدم انا على راسي، ونكون انا ندير شي حاجه عاوتاني ديالي. وتا هو بابا باغي ومأيدني في هذه القضيه هذه. مادام اننا حنا كعائله متفقين على هذه القضيه، ما فيها حتى شي باس وما فيها حتى شي عيب. عاوتاني راه ماشي كاع انا ناشفه، راه بالعكس الحمد لله. احسن حاجه فيا هي انني واحد الانسانه كريمه، سخيه بزاف. فلوسي ماشي